لو عايز تعرف ايه اللي حصل في ماتش القمة بين الاهلي والزمالك، خليك معايا وانا اقول لك على كل حاجة بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا عبد الله عبد الرحمن ودي قناة الشريط المخالف. يمكن واحد صاحبي من فترة سألني يعني ايه الشريط المخالف وليه سميت قناتك بالاسم ده. انا ما اهتمتش حتى باجابة السؤال، ولكن جه الوقت وده الفيديو اللي لازم اقول فيه ليه قناتي اسمها الشريط المخالف. الإجابة باختصار وببساطة إن أنا مش جاي عشان أقول لك الكلام اللي أنت عايز تسمعه، أو مش جاي عشان أقول لك الكلام اللي على هواك. مش معنى إن الزمالك كسب إن أنا هطلع لك بتيشيرت الزمالك وأقول لك الحمد لله الزمالك عملها والزمالك هو البطل والزمالك قدر يكسر شوكة الأهلي والزمالك قدر يكسر غرور الأهلي. مش معنى إن الأهلي كسب إن أنا هقول لك الأهلي بمن حضر والأهلي فوق الجميع والأهلي هو بطل مصر والأهلي هو بطل القارة. مش معنى ان في ماتش للمنتخب والمنتخب كسب ان انا هطلع البس لك تيشيرت المنتخب واطلع لافف نفسي بعلم مصر واقول لك والله وعملوها الرجاله. انا مش كده، كلامي مش كده. انا مش بطلع امشي مع الموجه، انا بطلع ليا راي، دايما راي نابع من جوايا، بقول لك على اللي انا شايفه. ممكن كلامي يعجبك ممكن ما يعجبكش، ولكن دايما هتلاقي في كلامي في حاجه مختلفه عن اي كلام انت هتسمعه، سواء على اهلي سواء على زمالك سواء على المنتخب سواء على اي حاجه تخص كره القدم. هتلاقي دايما في كلامي في نقطه مختلفه هتوصلك. لو سمعت كلامي للاخر ولو سمعت الفيديو للاخر هتحس بكده، وده سبب تسميه القناه بالشريط المخالف. نرجع للماتش. ماتش انا شايفه بالنسبه لي ماتش فضيحه، اما يبقى بالنسبه للاهلي والزمالك اعظم فريقين في مصر وافريقيا مستواهم باللي احنا شفناه ده بالنسبه لي فضيحه، لان ده كان لعب مركز شباب. الاهلي والزمالك بيلعبوا حرفيا لعب مراكز شباب. يمكن الاثنين قدموا كوره في ربع ساعه، من 90 دقيقه قدموا كوره من 15 ل 20 دقيقه. تخيل انت، ممكن يكون الاهلي معذور شويه لان الاهلي بيلعب بالصف الثاني، انما الزمالك بيلعب بالصف الكامل، ومع ذلك برضه لعب عشوائي. ال 20 دقيقة اللي الزمالك لعب فيهم لعب فعلا كورة فن وهندسة، كان فعلا بيعمل مثلثات ومربعات صغيرة على الأهلي، ودي حاجة أنا مش متعود إن أنا أشوفها من لعيبة نادي الزمالك. جالي انبهار لمدة 10 دقايق ربع ساعة أو تلت ساعة بالكتير قوي، بعد كده رجع الأهلي يطفش ورجع الزمالك يطفش، تطفيش من هنا وتطفيش من هنا، علي وأنا علي. لعب مراكز شباب. هل دول أعظم أندية في مصر؟ هل ده لعب يليق بأكبر ناديين في مصر؟ انا راضي ذمتك، ده ديربي، ده لقاء ديربي. المميز في الماتش ده، الحاجه الوحيده المميزه في الماتش ده يمكن حاجتين. اول حاجه ان النتيجه كانت غير متوقعه، يعني الزمالك قدر يفوز، ودي حاجه ما بتحصلش كتير في الفتره الاخيره. طبعا طلعت التصريحات ان الزمالك ما فازش من 21 سنه في الدور الاول، وطلعت تصريحات تانية ان الزمالك ما فازش عموما على الاهلي من 5 سنين، وكلها تصريحات حقيقيه. وانا مش عارف ليه التصريحات دي دايما تطلع في توقيتات كده عشان يبخسوا الناس حقها. الزمالك كسب، هل مش من حق الزمالك انه يفرح؟ فاز على النادي الاهلي، ومش اي حد يفوز على النادي الاهلي. هل مش من حق الزمالك والزمالكاويه ان هم يفرحوا؟ لو ما فرحوش دلوقتي هيفرحوا امتى؟ طبعا الكلام العبيط بتاع بعض الاهلاويه، ده ماتش ب3 نقط، ده ماتش ملوش اهميه، ده انتوا فرحه حرمان. مفيش حاجه اسمها فرحه حرمان. الفرحه فرحه، وماتش الاهلي والزمالك لوحده بطوله. وانا عشان كده انا عارف قيمه الاهلي والزمالك، وعارف قيمه يعني ايه ماتش ديربي اهلي وزمالك. ما ينفعش يبقى المستوى كده، ما ينفعش ما يبقاش في بصمه للمدير الفني سواء من هنا او من هنا. على فكره الاثنين مدربين كويسين، ولكن مش عالميين، يعني مش عالميين، هم عاديين والله. اي مدرب في الدوري المصري يقدر يعمل اللي هم بيعملوه على فكره، ولكن هي عقده الخواجه. عقده الخواجه عندنا لازم مدرب الاهلي والزمالك يبقوا اجانب. انا مش شايف اي اضافه بالنسبه لكولر او بالنسبه لجوميز في الماتش، ولكن مش معنى كده ان انا بقول ان هم وحشين. هم مدربين كويسين جدا جدا جدا، ولكن مش اللي هم عالميين، يعني لهم اخطائهم عادي جدا. وجوميز برضو لسه ما نقدرش نحكم عليه. ومشكله ماتشات الاهلي والزمالك انها بتطلع ناس السماء وبتنزل ناس في الارض. يعني ممكن كولر، في ناس في الاهلاويه دلوقتي هتقول لك كولر ده ما بيفهمش حاجه، واصله بيفكر في ماتش مازيمبي، واصله هو بيعاند، واصله هو مصمم على موديست. طب لما هو مش هيصمم على موديست هينزل لك يلعب بمين مهاجم؟ ما هو ده المهاجم حضرتك اللي انت جايبه له. ما انت قبل كده برضو كنت جايب له برونو سافيو. انا مش عارف انتوا بتجيبوا المهاجمين دول منين؟ يعني انا عايز حد يقول لي في الاهلاويه انتوا بتجيبوا الناس دي منين؟ جوميز ده وبرونو سافيو والمهاجمين اللي انتوا بتجيبوهم دول انا ما العبهمش معاه في دوري رمضانيه. نيجي برضو لنادي الزمالك، انت كل شويه بتجيب مدير فني جديد، كل شويه بتجيب مدير فني جديد، ما تقدرش تحكم عليه. جوميز برضو مش مدير فني عالمي، هو كسب ماتش ب3 نقط. هل هيكمل على نفس المستوى؟ مطلوب منه يفوز في الماتش الجاي عشان يضمن المشاركه في الكونفدراليه. هل هيكمل على نفس المستوى؟ ودايما
نادي الزمالك لما بيفوز على الاهلي ما بيكملش، ما بيسترش، لازم ينكد على جماهيره. هي دي مشكله نادي الزمالك، لما بيفوز في ماتش مهم وخاصه على الاهلي ما بيسترش، لازم يقع جري عشان يلحق جماهيره وينكد عليهم. دي طبيعه نادي الزمالك. نيجي بعد كده الحاجه الثانيه اللي كانت كويسه في ماتش القمه. طبعا احنا قلنا الحاجه الاولانيه ان النتيجه غير متوقعه، ان كله كان متوقع خصوصا في لحظه تعادل النادي الاهلي ان النادي الاهلي هيحط الثاني، وفعلا النادي الاهلي ركب الماتش، ولكن جت النتيجه غير متوقعه. دي كانت الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه هي التحكيم، ان لاول مره بشوف حكم مصري بيحكم ماتش وبيحكمه بصوره كويسه وقدر يخرج بالماتش لبره الامان. ولكن طبعا لازم يجي يكحلها يقوم يعميها. ابراهيم نور الدين طلع لف على القنوات كلها عشان يقول للناس انا جامد، انا 100 انا حكم عالمي، انا اللي عملت الماتش وانا اللي ظبطت الماتش وانا مفيش مني اتنين. لازمتها ايه التصريحات يا كابتن ابراهيم؟ عملت ماتش محترم جدا، تحكيميا محترم جدا، مفيش اي غلطه، حتى لو في حاجات بسيطه فمقبوله، مفيش مشكله. لازمتها ايه التصريحات اللي انت لفيت على كل القنوات، لفيت على كل القنوات عشان تقول لهم ان انا كنت كويس وان انا كنت جامد؟ لازمتها ايه؟ ما تقعد في بيتك وخلي الناس هي اللي تتكلم عنك، خلي الناس هي اللي تشيد بادائك. ليه تستجيب لكل الدعوات اللي جات لك من القنوات عشان تطلع وتقول للناس ان انا كنت كويس وانا كنت احسن حاجه في الماتش؟ ليه بوظت اللي انت عملته؟ عملت برضه زي الحكم ابراهيم عادل ولا ما اعرفش اسمه ايه، اللي كان في بيحكم ماتش الاهلي والزمالك بتاع 5-2 ايام موسيماني، لما طلع قال لك اصل انا عملت عمليه احتواء للمباراه، برضه على الرغم انه كان عامل ماتش كويس جدا جدا، ولكن بالتصريح بتاعه عن الاحتواء ما اعرفش هو قال ايه بالظبط، بس هو كان يعني هلخص لك التصريح في ان هو قال تصريح عن الاحتواء، مش هقول لك اكتر من كده. بوظ الدنيا بالتصريح ده. ليه برضه بوظ كل اللي عمله؟ ليه دايما احنا ما بنعرفش نتكلم، ما بنعرفش ننقي الكلمه؟ وبرضه ابراهيم نور الدين يقول لك انا الماتش ده مش تكريم ليا ولا حاجه، انا استحق الماتش ده لان كنت عامل موسم كويس جدا، وده ماتش مش ماتش قمه، ده ماتش ما بين التاسع والعاشر. لا، ده مش ماتش تاسع وعاشر، ده ماتش بين الاهلي والزمالك، اعظم فرقتين في مصر والوطن العربي وفي افريقيا. مش بمزاجك ولا بمزاجي، ده غصب عن الكل. الاهلي والزمالك هم اكبر فرقتين في افريقيا. طبيعي جدا جدا جدا، كان وارد، كان مهم جدا ان انت تطلع تقول ان انا اتشرف ان انا احكم ماتش زي كده. ليه دايما الناس بتعك؟ ليه كله بيعك؟ ليه مفيش حاجه بتستر؟ طبعا موضوع الكور والناس اللي بتخبي الكور والكلام ده كله يعني حاجه تكسف، حاجه تكسف. ليه دايما الزمالك لما بيكسب لازم يعمل حاجه كده مش مظبوطه؟ يعني انا المفروض ان انا كرئيس نادي الزمالك او انا كمسؤول في نادي الزمالك انا عاقب الناس اللي في الزمالك اللي عملت كده، ما استناش اتحاد الكوره هو اللي يعاقب عشان ابين ان انا نادي محترم. وفي نقطه برضو عايز اتكلم فيها، ليه العقوبات لما الزمالك غلط العقوبات نزلت في ثانيه؟ ما فيش 24 ساعه كانت العقوبات نازله على الاداريين اللي في الزمالك وعلى المسؤولين في الزمالك اللي كانوا بيخبوا الكور. هل الموضوع ده لو كان في الاهلي كانت العقوبات هتنزل بسرعه كده؟ اشك بصراحه، اشك، لان المعامله مع الاهلي والزمالك مختلفه. ده اللي انا بحسه بصراحه، وانا بقول الكلام ده عارف ان في اهلاويه ممكن تزعل مني في الكلمه دي، ولكن لا، التعامل في القضايا اللي زي دي ما بين الاهلي والزمالك لا، التعامل مع الاهلي شيء والتعامل مع الزمالك شيء تاني. التعامل مع الاهلي بيتم النظر فيها ويتم التحقيق فيها ونقعد 24 سنه على ما ننزل عقوبه، انما التعامل مع الزمالك وقتي 24 ساعه تبقى العقوبه نازله. انا مش ضد على فكره ان تنزل عقوبات على الزمالك، ان شاء الله حتى تنزل الزمالك درجه رابعه، ما يهمنيش، ولكن يبقى التعامل بنفس المكيال بنفس الميزان على الاهلي. الاهلي لما يغلط في حاجه عاقبه بنفس العقوبات بالظبط وبنفس المده، ما تعاقبوش بعد 10 سنين نكون اصلا احنا نسينا القضيه ايه. حاجات كتير غلط في الكره المصريه، اهمها التعامل مع الاهلي والزمالك والتعامل مع مباريات الاهلي والزمالك والتعامل مع الحكام اللي بتدير الاهلي والزمالك، التصريحات الاعلاميه من هنا ومن هنا اللي بتعمل فتنه ما بين الجماهير بتاعت الاهلي والزمالك. اتمنى ان محدش يدي المواضيع اكبر من حجمها. انا دايما ما بحبش اتكلم عن الاهلي والزمالك في الفيديوهات عشان الناس بتزعل مني، لما بطلع اقول الاهلي وحش الاهلاويه بيزعلوا، لما بطلع اقول الزمالك وحش الزملكاويه بيزعلوا، ولكن الموضوع بقى مستفز بصراحه. مفيش كوره بتتلعب ب 2 جنيه ونص في الملعب واحنا عمالين نموت في بعض على السوشيال ميديا. اللي يقول لك ده في مين عندنا منه كتير، واللي يقول لك مش عارف ايه، واللي يقول لك الزمالك البليله وكلام كده، في قله ادب جامده على السوشيال ميديا، مستفز 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 من الاهلاويه ومن الزملكاويه. اللي يكسب من حقه انه يفرح، مفيش حاجه اسمها حرمان ولا مش حرمان. انا كسبت في ماتش من حقي ان انا افرح. انت اللي نفسك لو كسبت ما انت بتعمل افلام عادي،
انا كسبت من حقي ان انا افرح، خسرت من حقي ان انا ازعل. اوعى تصدق ان في واحد كسب ما بيفرحش، اوعى تصدق ان في واحد خسر ما بيزعلش. مفيش الكلام ده. انا لما بخسر ماتش ده في دوره رمضانيه انا بضحك وبهزر ولكن بيني وبين نفسي ببقى هموت. فما بالك ماتش زي كده، ماتش اهلي وزمالك. سيبوا اللي كسب يفرح، ما تعملوش نفسكم ان انتوا اسياد على حد. ومفيش حد بيكسب على طول ومفيش حد بيخسر على طول. اتمنى يكون كلامه وصل، واتمنى يكون الكلام اللي انا بقوله او الرساله اللي انا بقدمها وصلت لكل الناس. بطلوا حقد على بعض، وبطلوا تعملوا نفسكم انتوا الوحيدين اللي فاهمين. مش انت الزملكاوي الوحيد اللي فاهم، ومش انت الاهلاوي الوحيد اللي فاهم. الاهلي بالارقام هو افضل نادي في مصر وافريقيا، افضل نادي بلا منافس عشان تبقوا فاهمين. ولكن الزمالك لعب احسن من الاهلي وكسب، ده برضه امر واقع. الزمالك كسب في ماتش، ولكن هل الزمالك هيقدر يكسب بطوله؟ الزمالك هيقدر يكسب بطوله والتانيه؟ ده اللي هنشوفه في المرات الجايه ان شاء الله. سلام.